شيخ حكمة الهجري وقت ما يقعد اسمعه، بس تطلع لبرا تضحك عليه، لانك تحس حالك قاعد قدام واحد اخوث وقت ما يقول لك انه نحن بنعمل تقرير مصير وبندعم غزه غزه. وخي بالساحل اذا قرروا يعملوا دوله، في عندهم حدود برا، في عندهم ميناء، في عندهم بحر، في عندهم سياحه، في عندهم انهار، في عندهم ثروات باطنيه. نحن عندنا بسويدة في شيء، لك لا عندنا حدود ولا عندنا سياحه ولا عندنا جو اصلا ليشجع السياحه، لا هو مطر لا هو ناشف لا هو جفاف. فيش عندك زراعه، فيش عندك صناعه، فيش عندك ثروات، ولك فيش عندك اي مقومات اللي تكون مختار حاره، مش دولي لحارها. لو حاره كل مين ايده إله او حاره الضبع يعني كانوا اضبط، في عندهم لسه تجاره، عندهم صناعه. نحن ولا شيء ولا شيء، نحن قاعدين ولا شيء، نحن قاعدين شاطرين ننام من الساعه 1 للساعه 5 الظهر، روحنا نص نهارنا بس نوم. المغتربين لهلق ما عملوش معمل. نحن كل معامل اللي كانت عندنا معمل العرق وبلاست الرياض، وكان عندك عصير الجبل، والعصير الجبل سرقته عصابتك، صفاش عندنا إشي. المغتربين مش هم خوثان يجي يحطوا مصرياتهم شقة عمرهم عشان تيجي العصابات اللي انت محكمها برقاب العباد تاخذهم. شيخ حكمة بكفي، صرنا مضحكي من تحت راسك، مضحكي. يعني إذا قررت الحكومة السورية بيوم من الأيام تعطينا الانفصال، قسما بالله خلاني لا تصير حرب بين العائلات يقتلوا بعض. نحن بين شقة وشهبة وقت مع علقت راح فيها قتلة. سمعتني يا أخوة؟ يعطيك العافية.